جولة جديدة من قناتكم. جولتنا اليوم في شارع الدكتور حلمي بهجة بدوي. شارع الدكتور حلمي بهجة بدوي، مواليد حي الإبراهيمية بالإسكندرية 1904. اتخرج من مدرسة الحقوق السلطانية 25. أخذ الدكتوراه في القانون من باريس 29. أول وزير للتجارة والصناعة في حكومة الثورة 52. أول رئيس لهيئة قناة السويس بعد التأميم 56. شارع فومارولي سابقا. ماركو فومارولي مؤرخ فرنسي مختص بالقرن 18 عصر التنوير، ومؤلف الكتاب الأشهر عندما كانت أوروبا تتحدث الفرنسية. يقع حي الإبراهيمية بوسط مدينة الإسكندرية، ثاني كبرى المدن المصرية في حي وسط الإسكندرية، وهو من أقدم أحياء الإسكندرية وأحد الأحياء المطلة على البحر الأبيض المتوسط. حي الإبراهيمية حي اسكندري مزدحم ليلا ونهارا، وحاراته ضيقة وبيوته متلاصقة. سكنته الطبقة المتوسطة من الجاليات اليونانية والإيطالية والأرمنية والفرنسية حتى أواخر القرن الماضي. وكان الحي إلى عقود قريبة هو حي الجالية اليونانية بالإسكندرية.